إزاي تذاكر ألماني؟ إزاي تذاكر ألماني؟ الكلمة كبيرة، اللغة الألماني فعلًا لغة تقيلة، بس مش صعبة أوي ولا مستحيلة، بس نظامها مختلف، اللي يدخلها من باب غلط غالبًا هيزهق بدري، مش هتيجي معاه سكة، عشان كده ركّز في كام نقطة مهمين. أهم حاجة تسمع قبل ما تحفظ، اللغة دي بالذات لازم ودنك تتعود عليها، اسمع فيديوهات حتى لو مش فاهم كل كلمة، المهم ودنك تتعود على النطق وترتيب الجملة الصح. السماع الكتير ده سحر بجد، اتعلم جمل مش كلمات، بلاش تحفظ كلمة لوحدها واحفظ جملة كاملة، الجملة هنا بتعلمك كلمة ومعنى واستخدام وترتيب في نفس الوقت، زي ما الطفل بيتعلم بالضبط، أنت اجبر عقلك ودرب عقلك إن أنت تتعلم. الجرامر هنا بيتاخد على مهله، مش مطلوب تحفظ كل القواعد من الأول، خد القاعدة اللي تخليك تعرف تتكلم دلوقتي على الأقل في مستواك. الغلط طبيعي، السكوت هو المشكلة، اتكلم حتى وأنت متلخبط، حتى وأنت بتتكلم غلط، مفيش حاجة اسمها مستعد، لما أبقى مستعد أبقى أنطق وأتكلم، لأ، اللي بيتكلم وبيغلط بيتحسن أحسن بكتير أوي من اللي ساكت، وعلى طول اللي مستني يبقى جاهز ده بيفضل واقف مكانه. الاستمرارية والتكرار مهم جدًا في خطتك للمذاكرة، ساعة ونص، هات ساعتين، هات 3 كل يوم، أحسن من يومين مذاكرة و5 أيام ما فيش خالص، ما فيش حاجة اسمها أنا هاذاكر 6، 7 ساعات في اليوم في يومين 2 في الأسبوع، اللغة محتاجة استمرار مش فوران، لازم تحنّش كل يوم على حاجة في اللغة، على الأقل ساعة ونص، اربط اللغة بحياتك، في المواصلات اسمع ألماني، وأنت بتشتري طبعًا حاول تقول جملة بس في دماغك طبعًا عشان ما تتضربش ولا تعمل زي الناس اللي بيقولوا كلام في وسط الكلام مش مفهوم، وده كله مش كويس. في الشغل كمان حاول تربط اللغة في شغلك، اسأل عن كلمة، خلّي اللغة جزء من يومك مش مادة مذاكرة أو منهج بتحفظه. في الآخر المهم بقى اللغة محتاجة وقت ومحتاجة صبر، لإن اللغة عمومًا دلوقتي مش بتاخد وقت اللي هو مثلًا تعالَ في 6، 7 شهور توصل B2، ما فيش حاجة اسمها كده، لازم كل مستوى ياخد حقه على قد ما تقدر، اللي مكمّل هيوصل واللي بيستعجل النتيجة غالبًا هيقف في النُص، واللغة للأسف مش هتيجي معاه سكة ومش هيكمّل للأسف. لو عاوز فعلًا تذاكر وتبدأ ألماني صح وبجد، اكتب لي تحت في الكومنتات وأنا هارشّح لك حد واساعدك بجد، واكتب لي أنت في أنهي مستوى، وما تنساش تعمل لايك وشير وحفظ للفيديو ده عشان تستفيد وغيرك يستفيد، وما تنساش المتابعة لو مهتم تغيّر حياتك للأفضل.